بيبدأ الفيلم مع والتر سبارو اللي بيشتغل في جمعية لرعاية الحيوانات، وبتتصل بيه المديرة بتاعته علشان تقوله إن في كلب تايه ومحتاجين نرجعه، وبياخد والتر منها العنوان وبيروح علشان يجيب الكلب، وبيفضل يقرب منه بهدوء، وبيعرف من السلسلة إن الكلب اسمه نيد، لكن الكلب بيعضه وبيجري، فبيجري وراه والتر لحد ما الكلب بيوصل عند المقابر، وبيقف عند مقبرة بنت اسمها لورا تولينز، ووالتر بيفضل واقف يبص على المقبرة والكلب بيهرب منه. وبنشوف الناحية التانية أجاثا مرات والتر وهي بتستعد علشان حفلة عيد ميلاده، وعاملة له كيكة مخصوص في محل الحلويات بتاعها، وبتشوف مكتبة فبتقرر تجيب كتاب هدية لوالتر لأنه بيحب القراءة، وبتلاقي فيه كتاب شكله قديم وخارج من الصف بتاع الكتب ولونه أحمر، والكتاب بيكون اسمه الرقم 23، فبتقرر تجيب له الكتاب ده. وفي الوقت ده بيجي والتر وبيعتذر لها عن التأخير وبيفهمها اللي حصل في الشغل، وبياخد منها الرواية وبيبص على المؤلف وبيعرف إن اسمه توب سيكراتس، وبعدها بيروحوا يحتفلوا بعيد ميلاده مع أصدقائهم وبيرجعوا على البيت. ولما بيرجعوا بيقرر والتر إنه يقرأ في الكتاب، وبيفتح الفصل الأول والكاتب بيعرف بنفسه وبيقول إنه اختار لنفسه اسمه مستعار وهو فينجرلينج، لأنه مرتبط بالاسم ده جدا لما كان طفل علشان مامته كانت بتقرأ له كتاب فينجرلينج في حديقة الحيوان. وبيحكي فينجر عن طفولته وإنه كان الأول على الفصل، وده ما كانش بسبب حبه للدراسة ولا حاجة، ولكنه كان شايف إن التفوق هو اللي هيخليه يخلص مدرسة بسرعة. وبيحكي فينجر كمان عن باباه اللي كان شغال محاسب وبيحب الأرقام ومتعلق بيها، وباباه كان عايز فينجر لما يكبر يبقى هو اللي ماسك كل الشغل من بعده، لكن الحقيقة إن فينجر من جواه كان عايز يبقى محقق. وحبه للتحقيقات ده بدأ في عيد ميلاده الثامن لما جارتهم الأرملة اللي اسمها دوبكنز كانت متعودة إن الكلب بتاعها يلعب في الجنينة بتاعة عيلة فينجر، وفينجر متعود يجري وراه ويلعب معاه، لكنه ما كانش بيعدي سور البيت بتاعهم مهما حصل. بس المرة دي قرر يكسر القواعد ويكمل جري ورا الكلب لحد ما الكلب دخل بيت السيدة دوبكنز، وفينجر فضل ماشي وراه لحد ما طلع أوضة النوم ولقى السيدة دوبكنز مقتولة، والشرطة لما جت قالت له إنها انتحرت، لكن فينجر ما كانش مقتنع وقال إنها أكيد اتقتلت بطريقة ذكية تبان إنها انتحار، علشان كده قرر إنه يطلع محقق علشان يعرف يحل الألغاز دي. بعد كده بنرجع لوالتر وهو بيتكلم مع أجاثا وبيقول لها إن الكتاب ده غريب جدا لأنه بيحكي عن طفولة فينجر اللي تبقى شبه طفولته بالظبط، وبيقول لها إن هو كمان لما كان صغير كانت مامته بتقرأ ليه نفس الكتاب اللي هو فينجرلينج في حديقة الحيوان. وأجاثا بتقوله إنه لسه في أول فصل ولما يكمل هيعرف إن فينجر ده شخص مختلف تماما عنه ومفيش وجه شبه بينهم. وروبن ابنهم بيجي من المدرسة وهم بيتكلموا وبيسألهم بيتكلموا عن إيه، ووالتر بيقوله على الكتاب اللي معاه اللي بيفكروا بطفولته، لكنه مش هيحكم دلوقتي إلا لما يقرأ شوية. وفعلا والتر بيكمل قراءة عن فينجر اللي كبر وبقى محقق ومعاه فابريتسيا المساعدة بتاعته، وبيحكي عن بداية اللعنة اللي حصلت معاه لما جاله بلاغ إن في بنت عايزة تنتحر في شقتها من الدور ال23، وفينجر طلع للبنت قبل ما تنتحر علشان يحاول يلحقها، وبيقول لها إن النهاردة عيد ميلاده ومش عايز اليوم ينتهي بشكل سيء، وبيطلب منها تهدى وهو هيسمعها ولو عندها مشكلة أكيد هيساعدها. لكن البنت بتقوله إن المشكلة اللي عندها محدش يعرف يحلها لأنها لعنة بتطاردها طول حياتها زي ما طاردت باباها وخليته ينتحر. والبنت بتبدأ تشيل الورق اللي ملزوق على الحيطة وبنلاقي إن الحيطة كلها أرقام وشخبطة، وبتقوله إن رقم 23 الملعون هو اللي بيطاردني وهو اللي دمر حياتي، والرقم ده موجود في كل حاجة، التواريخ والوقت والكتب، حتى رقم الدور، حتى الألوان بالدرجات بتاعتها. وفينجر بيقول إنه ما كانش فاهم لكنه قرر يحكي لها قصة علشان تهدى شوية، وحكى لها عن عمه تشارلي اللي شاف في حلم إنه هيتجوز واحدة لابسة فستان أحمر وهيعيش معاها مبسوط، وفعلا لقى الست دي لكنهم اتطلقوا بعد سنتين. والبنت بتضحك من القصة، وبيقول فينجر إنه ساعتها نزل من المبنى وكان فاكر إنها طالما ابتسمت يبقى فكت شوية ونسيت موضوع الانتحار ده، لكنه بيتفاجئ بجثتها بتقع قدامه بعد ما رمت نفسها. بعدها بنرجع لوالتر وهو رايح المكتبة علشان يشوف أي معلومات عن ناشر الكتاب ده، وبياع الكتب بيقوله إنه أول مرة يشوف اسم الكاتب ده ويمكن يكون مغمور وملوش أعمال تانية. فبيرجع والتر البيت وبيقول لأجاثا وروبن إن رقم 23
سبستيان داخل في كل حياته هو كمان بس بأشكال مختلفة. يعني لو كتب اسمه كامل وعوض عنه بأرقام هيديله 23، ولو بص على تاريخ ميلاده اللي هو 2 مارس هيبقى 23، حتى إنه اتولد الساعة 11 و12 دقيقة واللي برضه مجموعهم 23. وأجاثا بتفضل تتريق عليه وبتقوله إنه لسه مخلصش الرواية ومركز في تفاصيل المؤلف نفسه مش مركز فيها. فبيسألها والتر عن اليوم اللي اتقابلوا فيه، فبتقوله 14 سبتمبر، فبيقول لها اجمعيهم هيبقوا 23، واتجوزنا يوم 13 أكتوبر واللي برضه مجموعهم 23. وروبن بيكون مقتنع باللي بيقوله والتر، لكن أجاثا بتفضل تتريق وبتقوله يبطل اللي بيفكر فيه ده. بعد كده بيكمل والتر الرواية وبيكون وصل للفصل السابع، وفينجر بيقول إنه بدأت تجيله أحلام إنه بيقتل فابريتسيا. وبيكمل والتر قراءة وبيبدأ يكتب ملاحظات على إيده، لدرجة إن أجاثا بتقلق عليه وبتكلم صديقها إيزاك اللي هو دكتور في الجامعة وبتقوله يتكلم مع والتر شوية. وفعلا والتر بيروح يقابل إيزاك، وإيزاك بيقوله إن رقم 23 ليه دلالات كتير في الحياة عموما، بس ده ملوش معنى. يعني مثلا جسم الإنسان فيه 46 كروموسوم، 23 من الأب و23 من الأم، والعالم نفسه بيميل في محور مايل بنسبة 23 درجة ونص. وبيقول لوالتر يكمل قراءة في الكتاب على إنها رواية عادية ومش لازم يكون ليها دلالة في حياته يعني. وبيقول له لو عايزني أكلم أجاثا فأنا ممكن أكلمها، ووالتر بيشكره وبيمشي. وفعلا بيرجع والتر يكمل قراءة في الرواية، وفينجر في الرواية بيقول إنه كان بيقتل فابريتسيا في أحلامه كل يوم، لدرجة إنه قرر يروح لدكتور نفسي اسمه فينيكس، والدكتور نصحه إنه ياخد أجازة ويبطل تفكير شوية. ولما بيرجع لفابريتسيا بتكون متضايقة إنه مش هيشتغل ومش هيبقى فيه تجديد في حياتهم. وفينجر كل اللي كان مركز فيه في الوقت ده هو رقم 23 اللي بيظهر له في كل حتة، لدرجة إنه قرر يعد الأحذية اللي عند فابريتسيا ولقاهم 23. فبيقرر يرجع للدكتور تاني، والدكتور بيقول له إنه ممكن يتكلم مع فابريتسيا لو يحب. وبيقول فينجر إنه ساعتها حس بحاجة غلط من ناحية الدكتور ده وبدأ يراقبه، وساعتها عرف إن في علاقة بينه وبين فابريتسيا وإنها بتخونه. وبنشوف بعد كده والتر ونفس الجملة اللي قرأها في الرواية على لسان الدكتور فينيكس وهي بترن في ودنه لما كان بيقول لفينجر لو عايزني أكلم فابريتسيا ممكن أكلمها. ووالتر بيفتكر كلام إيزاك ليه لما قال له لو عايزني أكلم أجاثا هكلمها. فبيقوم والتر بسرعة وبيروح على المحل بتاع أجاثا وبيلاقيه مقفول، ولما بيبص من ورا الإزاز بيلاقي أجاثا قاعدة بتتكلم مع إيزاك. فبيرجع البيت وبيكون شاكك في أجاثا ومش عارف يعمل إيه. ولما بيدخل ينام بيصحى الساعة 11 و12 دقيقة وبيشوف إن أجاثا مقتولة جنبه والدم مغرق السرير وإيده كلها دم. فبيفضل يعيط وينادي عليها ويقول لها إيه اللي حصل، لحد ما بيصحى من النوم وبنعرف إن ده كان كابوس. ولما بيبص في الساعة بيلاقيها 11 و12 دقيقة زي الحلم بالظبط. وساعتها بيقرر إنه مش هيقعد في البيت وبيسيب جواب لأجاثا وبيقول لها إنه محتاج يقعد شوية لوحده علشان يعرف يفكر كويس، وبيقول لها ما تقلقش عليه. وبيقرر والتر إنه يروح يقعد في فندق لحد ما يلاقي حل، وبيقول إنه مش عارف ليه اختار فندق الملك إدوارد بالتحديد، لكن أكيد القدر هو اللي جابه هنا. بعدها بيدخل يطلب من الموظف أوضة وبيديله الأوضة رقم 27. فبيقول له والتر إنه عايز ينزل في الأوضة 23، وبيكون في شخص قاعد وبينتبه لكلام والتر، وفعلا بياخد والتر المفتاح وبيطلع يقعد في الأوضة وبيبدأ يكمل قراءة في الرواية. وبيكون وصل للفصل 22، وده الفصل اللي بيحكي فيه فينجر إنه قتل فابريتسيا وسابها في السرير ورمى السكينة على الأرض. ولما جه فينيكس علشان يقابلها مسك السكينة وجري عليها علشان يطمن، وفينجر كان وقتها مبلغ البوليس وفينيكس هو اللي اتسجن. وفي الوقت ده بيوقف والتر قراءة لأنه بيكتشف إن الفصل 22 هو آخر فصل موجود في الرواية، وكمان بياخد باله من كلب تحت الشباك بتاع الأوضة. ولما بيبص بيلاقيه الكلب ند اللي عضه قبل كده، فبيطلع البندقية المنومة بتاعته وبينزل يجري وراه وبيفضل يقوله انت السبب في كل ده لانك خلتني اتأخر يوم عيد ميلادي. وفعلا بيفضل يجري وراه لحد ما الكلب بيروح يقعد عند نفس القبر بتاع لورا تولينس مرة تانية، ووالتر بيضربه بطلقة بتخليه ينام. وساعتها بيجوا سباستيان وبرنابي اصحاب الكلب وبيطمنهم والتر انه بس نايم، وبيقولهم انه ما كانش يعرف ان ليه اصحاب اصلا. ووالتر بياخد باله من تاريخ ميلاد ووفاة البنت اللي مكتوب على القبر وانها ماتت عندها 23 سنة، وبيعرف من سباستيان ان البنت موجود ليها قبر بس لكن مش عارفين الجثة بتاعتها فين.
فبيجري والتر على البيت وبيقول لأجاثا وروبن إنه فهم حاجة، وبيتفاجئ إن إيزاك عنده في البيت، لكنه بيكمل كلامه وبيقول لهم إنه عرف من الأخبار إن لورا تولينس ماتت من 15 سنة، والراجل اللي قتلها مسجون دلوقتي واسمه كايل فلينش، وهو كان أستاذها في الجامعة وكان بينهم علاقة حب. واللي خلى والتر يشك كده هو إنه قرأ الأحداث بتاعة الجريمة وحاسسها قريبة من الكتاب، واستنتج إن أكيد كايل فلينش هو كاتب الكتاب، بس غير اسمه لتوب سيكريتس علشان محدش يعرف هو مين. وعلشان كده بيقرر والتر إنه يروح يزوره في السجن، وفعلا بيروح يزوره، وكايل بيقوله إنه هنا علشان جريمة هو ما عملهاش، وإنه كل اللي عمله إنه كان بيحب لورا مش أكتر، لكنه ما قتلهاش، وهو دلوقتي مستقبله ضاع وما بقاش عارف هيخرج من هنا إزاي. وبيقول لوالتر إني لو كنت أنا اللي كتبت الكتاب ده ما كنتش هختار اسم غبي زي كده، وكنت هكتب اسمي الحقيقي وخلاص. ولما بيخرج والتر من الزيارة بيكونوا أجاثا وروبن مستنيينه بره، وبيقول لهم على اللي حصل جوه. فبيقول له روبن إن عنده فكرة علشان يعرفوا بيها مين صاحب الكتاب ده، وبيقول له إنه كان بيقرأ فيه امبارح ولقى عنوان صندوق بريد مخفي في صفحات الكتاب. وتاني يوم بيروحوا لشركة شحن وبيحطوا طرد على العنوان اللي جابوه من الكتاب ده، وتاني يوم بيفضلوا مراقبين في العربية لحد ما بيجي الشخص صاحب الطرد علشان يستلمه، وبينزلوا كلهم من العربية وبيروحوا علشان يواجهوا الراجل. وأول ما بيشوفهم بيتصدم وبيقول لوالتر انت ازاي عايش؟ انت المفروض تكون ميت. وبيجري، لكن والتر بيجري وراه، وفجأة الراجل بيطلع سكينة وبيذبح نفسه علشان ينتحر. فبتيجي أجاثا بسرعة وبتقول لوالتر ياخد روبن ويمشي على البيت وهي هتتصرف، وبتقول للراجل يهدى وما يخافش وهيبقى كويس، وهي هتتصل بالإسعاف دلوقتي. لكن الراجل بيوريها ايده واللي بيكون مكتوب عليها عنوان، وبيقول لها تروح على هناك وهتفهم كل حاجة. وفعلا بتروح أجاثا على العنوان ده وبتدخل وبتلاقي صندوق محطوط قدامها، وبتتفاجئ بحد جاي من وراها، وبنعرف بعد كده إنه إيزاك وجاي يساعدها. وفي نفس الوقت بيكون والتر وروبن قاعدين بيحلوا رموز من الكتاب، وبياخدوا كلمات من كل 23 صفحة لحد ما بيوصلوا لكلمة حديقة كازانوفا، وعلى طول بيسيبوا ورقة في البيت لأجاثا وبيطلعوا هما الاتنين على هناك، وبينزلوا الحديقة وبيمشوا 23 خطوة وبيبدأوا يحفروا، وبيلاقوا هيكل عظمي، وبيفهموا إن دي جثة لورا اللي محدش عارف مكانها لحد دلوقتي. وبيطلع والتر بسرعة علشان يبلغ البوليس، لكن البوليس لما بيجي وبيشوف مكان الحفر ما بيلاقيش أي حاجة، وبيتهم والتر إنه بيهزر معاهم. لكن والتر بيقول لهم إنه شاف الهيكل العظمي بنفسه هنا، وبيكون مش مصدق نفسه. وفي الوقت ده بتيجي أجاثا وبتكون راكبة عربية إيزاك، وبتجري على والتر وروبن علشان تطمن عليهم، وبتقول لهم إن كل حاجة هتبقى كويسة، وبتطلب منهم يرجعوا البيت دلوقتي. وبيركبوا مع بعض العربية، ووالتر بيشوف الكلب نيد قدامه وبيجري بالعربية بأقصى سرعة علشان يخبطه ويخلص منه، لأنه حاسس إنه السبب في كل حاجة. وبيفضل يجري بالعربية لكنه بيجي في آخر لحظة وبيقف، ولما بيدوس فرامل فجأة بياخد باله إن إيد أجاثا عليها آثار طين من الأرض. ولما بيرجعوا البيت بيتهمها إنها هي اللي ورا كل حاجة، وبيقول لها أنت اللي مؤلفة الكتاب ده وأنت اللي شلتي الجثة من مكانها. لكن أجاثا بتنكر كل حاجة. فبيفتش والتر الشنطة بتاعتها وبيلاقي فيها سكينة، وبيسألها كنت ناوية تعملي بيها ايه؟ فبتقوله انها كانت عايزة تبقى معاها احتياطي علشان لما يروحوا يقابلوا الراجل اللي ألف الكتاب. وفي الوقت ده بيدخل روبن وبيتخض انه شايف باباه ومامته بيتخانقوا، وباباه ماسك سكينة، وبيقول له والتر خلي مامتك تحكي لك هي عملت ايه وألفت الكتاب وخبت الجثة ليه. فبتقول له أجاثا وهي منهارة ان هي فعلا اللي خبت الجثة هي وإيزاك بس علشان يحموه. فبيستغرب والتر وبيقول لها تحميني من ايه؟ فبتقول له لان انت اللي ألفت الكتاب ده اصلا، وبتوريله الصندوق اللي لقيته في العنوان اللي راحته لما الراجل قال لها عليه. والصندوق بيكون فيه الكتاب على هيئة ورق قبل ما يتحول لرواية، ومكتوب انها تأليف والتر سبارو. ووالتر بينهار وبيكون مش مصدق وبيرمي كل حاجة في الأرض، وبيفضل يقول لها انها بتكذب. لكن المفاجأة لما بيلاقي كل التفاصيل اللي قراها في الرواية موجودة قدامه في الجرايد والمجلات، وهو اقتبس منها بعض الأحداث علشان يكتب الرواية دي، زي مثلا الست اللي لابسة فستان أحمر والبنت اللي انتحرت من الدور 23 وغيرهم. وساعتها بينهار والتر وبيسيب البيت وبينزل يجري وبيطلع على الفندق اللي كان فيه، وبيطلع على الأوضة 23 تاني وبيقطع كل الورق اللي على الحيطة، وبيكتشف إن الفصل 23 مكتوب كله على الحيطة. والفصل 23 ده هو اللي مؤلف الكتاب بيشرح فيه كل حاجة، وبيقول سميني فينجرلينج، سميني والتر سبارو، المهم إن دي قصتي اللي حصلت.
وبيبتدي يحكي القصة وبيقول إنه اتعرف على بنت جميلة في الجامعة اسمها لورا، وكانت كل حاجة ماشية كويس لحد ما عرف إن لورا على علاقة بأستاذها في القسم واللي هو كايل. ولما والتر عرف كده راح للورا واتخانق معاها، وهي مسكت سكينة علشان تضربه بيها، لكنه خد منها السكينة دي وقتلها ورمى السكينة على الأرض واستنى لما كايل يجي ويلبسه القضية بنفس الطريقة اللي حكى عنها في حادثة فابريتسيا والدكتور فينيكس. ووالتر بعدها خد جثة لورا ودفنها في حديقة كازانوفا، وكان برضه نازل في نفس الفندق اللي هو كينج إدوارد. علشان كده الراجل اللي شافه ده كان شافه قبل كده وكان بيشبه عليه، واستغرب لما والتر طلب ينزل في أوضة 23. ولما دخل والتر الأوضة كتب القصة كلها على الحيطة بتاعة الأوضة، وبعد ما خلص رمى نفسه من الشباك علشان ينتحر. لكن لحسن حظه ساعتها إنه وصل المستشفى، والدكاترة قالت إنه فقد الذاكرة ولازم ليه رعاية طبية، وممكن الذاكرة ترجع تاني وممكن كمان ترجع بس بشكل جزئي وما يكونش فاكر كل حاجة. وساعتها واحد من الدكاترة دي اسمه توبس كراتس طلب من الطبيب المعالج إنه يحتفظ بالأوراق اللي لقوها مع والتر بما إنها ما بقتش مهمة ليه دلوقتي. والدكتور توبس بعد كده هو اللي حول الورق ده لرواية ونشرها، وده بيفسر ليه الرواية مكتوبة باسم توبس كراتس. وبعدها فضل والتر يتأهل لحد ما افتكر حاجات بسيطة زي اسمه. ولما خرج من المستشفى على باب المستشفى قابل أجاثا وحبوا بعض بعد كده واتجوزوا. وبنيجي للوقت الحالي وبنشوف والتر وهو في الأوضة وعمال يعيط، وأجاثا بتجيله وبتقوله إن كل حاجة هتبقى كويسة، لكن والتر بيقول لها إنه افتكر إنه قاتل وإن في واحد مسجون بقاله 13 سنة بذنب هو ما عملهوش، وبيقول لها أنا لازم أسلم نفسي علشان أخرجه. لكن أجاثا بتقوله أنت أب عظيم وأنا وروبن محتاجينك. بس والتر بيقول لها إن اللي قتل مرة ممكن يقتل تاني وأنا خايف عليكم. فبتقوله أجاثا لكن أنت اتغيرت، وبتديله سكينة وبتقوله لو انت قاتل فعلا اقتلني. لكنه بياخد السكينة وبيطلع يجري في الشارع وبيقف قدام أتوبيس جاي بسرعة علشان ينتحر. لكن في آخر لحظة روبن بينادي عليه ووالتر بيبعد عن الأتوبيس، وروبن وأجاثا الاتنين بيجروا عليه علشان يحضنوه وبيفضلوا يعيطوا. وبعدها بنعرف إن والتر سلم نفسه وخرج كايل من السجن، وبيقول إن المحامي قال له إن القاضي هيكون رحيم معاه بعد ما هو اللي سلم نفسه بعد السنين دي كلها علشان ينقذ بريء. وبيقول لنا في نهاية الفيلم إن مهما كان الذنب بتاعك صغير هيفضل يطاردك طول الحياة لحد ما تدفع ثمنه. وبكده بيكون خلص فيلم النهاردة. لو عجبك الملخص ما تنساش تعمل لايك وشير وسبسكرايب لقناة اليوتيوب ولصفحة الفيسبوك، ولو بتحب الملخصات الكوميدية تابعوني على قناة وصفحة مروة القاضي.